السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ اخباركم ايه؟ النهاردة هنعمل الفول في البيت بطريقة سهلة جدا وطعمها حلو واحلى من المطاعم مليون مرة. الفول بنروح نجيبه من مطعم بكميات صغيرة وفي الاخر بيتنكوا يعني على الناس. وسندوتشات الفول دي بقى حاجات مفيدة جدا في البيت، وحاجة نظيفة احنا عارفين بنعملها ازاي. وحاطين كمان معاها حاجات بتقوي الجسم والبصل والثوم، وعارفين احنا حاطين ايه يعني في قلب الفول. فدي حاجات كويسة احنا بنعملها في البيت، يا ريت تجربوها. وفي نفس الوقت حلوة جدا لولادنا فطار الصبح مع بيض مسلوق او بيض اومليت. وفي نفس الوقت عشان خاطر المدارس ياكلوا لقمة الصبح وهم رايحين المدرسة. طول اليوم بيبقوا في الامتحان طبعا، فإن شاء الله ربنا يقويهم كلهم وينجحهم. فإحنا النهاردة هنعمل الفول اللي هو التدميس. هنعمله ازاي ده؟ ربع كيلو فول. انا ما بعملش بكميات كبيرة، انا بعمل ربع. لما بيخلص بعمل تاني كده احسن يعني. القدرة لما بتبرد بخلي كمية تحت في التلاجة، والباقي بشيله في كيس في الفريزر او علبة. فده ربع كيلو فول، هو منقوع من امبارح الصبح، غسلاه كويس قوي ونقعاه في القدرة تمام لحد النهارده. وانا بصور لكم اهو، انا لسه غسلاه ومصفياه من الميه. ده ربع كيلو. وعندي هنا 3 معالق عدس اصفر و4 معالق فول مدشوش. ما بحطش ولا رز ولا بحط طماطم. الرز بيخليه ما بيخلوش ليه وقت طويل، بيحمض بسرعة. والطماطم نفس الموضوع. عندي هنا بصلاية حمرا بصلاية بيضة، عادي مش هتفرق يعني، مقطعوها زي ما انتوا شايفين. ومعلقة توم كبيرة. عندي هنا معلقة صغيرة بصل بودر وتوم بودر، معلقة فلفل اسود، معلقة كزبرة ناشفة. هنا معلقة مرقة خضروات فورية. تمام. ما عندكيش فوري، عندك اللي هي المكعبات اللي انا صورتها لكم قبل كده، مفيش مشكلة، حطي واحدة. وهنوريكم دلوقتي الطريقة بنعملها ازاي. انا دلوقتي زي ما انتم شايفين حطيت الفول وحطيت العدس الاصفر والفول مدشوش والبصل والطماطم. هحط دلوقتي التوابل، ومش هحط طبعا ميه ساقعه، هو لازم ميه سخنه، ميه سخنه تكون مغليه من الكاتل. هنقلبها دلوقتي ونحط شويه زيت كده زي ما انتوا شايفين. انا دلوقتي حطيت الميه السخنه وولعت دلوقتي على القدره وحطيت شويه زيت، شويه زيت حلوين كده عشان خاطر الفول ما يلزقش ويبقى حلو كده. الزيت بيخلي الفول ليه لمعه كده وما يلزقش من تحت. طبعا انا دلوقتي معليه عليه النار، اول ما يغلي هقوم ماسكاها. اول ما يغلي النار تغلي على القدره هشيل الريم، بيبقى عامل ريم كده من فوق الوش، هشيله. وبعد كده هوطي القدره خالص وهقفل اغطيها بالغطا بتاعها، وهوطي عليها النار. تسيبيها طول اليوم وخلي ايدك على طول في الفول، يعني كل شويه تقعدي تقلبي وتجيبي من تحت لفوق عشان خاطر ما يتحرقش، وتبقى النار هاديه جدا جدا. يعني اوطى حاجه في العين. وتسيبيها لمده ساعتين، وبعد كده تقومي حاطه الشياطه من تحت وتسيبيها بقى لحد بالليل. طول ما انتي بتقلبي فيها هتبصي هتلاقيها تقلت، هتلاقي الفول تقل، وهتقومي مطلعه كده وتشوفي الفوليه. لو الفوليه استوت معاكي اقفلي النار. بس هو المفروض ان هو بيقعد 12 ساعه على النار، بس انا ما بقعدوش 12 ساعه، انا بسيبها تاخد كفايتها خالص عشان خاطر الفوله تبقى طعمها حلو، ما ناكلش الفول نفسه والقشره تترمي. فالفول دوت طبعا طريقته حلوة جدا وسهلة زي ما انتوا شايفين، مش محتاجة اي حاجة. جربوها وهتلاقوا الطعم مختلف علشان خاطر فيه بصل وفيه توم وفيه توابل. انا ما بحطش ملح
دلوقتي، غير لما نيجي ناكل واحد بيحط ملح، بيحط ليمون وكمون. بس انا دلوقتي ما بحطش كمان، ما حطيتش كمون عشان خاطر ما يمررش الفول. تمام. يا رب تكون حاجة بسيطة عجبتكم، والفول يكون عجبكم. طريقة سهلة جدا في البيت، احسن ما بنروح المطاعم. وجربوها وان شاء الله تعجبكم.